هل تعلم إن أول كمبيوتر في العالم اتعمل سنة 1945 وكان اسمه إينياك، وده اختصار ل Electronic Numerical Integrator and Computer. بس استنى كده، الجهاز ده ما كانش زي اللي في إيدنا دلوقتي خالص. ده كان طوله حوالي 30 متر ووزنه قرابة 30 طن، يعني محتاج أوضة كبيرة لوحده علشان يتحط فيها. كان مكون من أكتر من 18,000 صمام إلكتروني، وبيستهلك كهرباء كفاية لإنارة شارع صغير، وكان بيحتاج فريق كامل علشان يشغله، لأن أي صمام يتحرق كان ممكن يوقف الجهاز كله. إنياك كان بيستخدموه في الجيش الأمريكاني لحساب مسارات الصواريخ وحسابات فيزيائية معقدة، ورغم ضخامته كان بيحسب أرقام كانت تاخد أيام على الورق في ثواني. ومن وقتها بدأت رحلة التطور من جهاز ضخم بيسخن من كتر الكهرباء لموبايل صغير النهاردة أقوى منه آلاف المرات. فالمرة الجاية لما تفتح كمبيوترك أو موبايلك افتكر إن البداية كانت من عملاق وزنه 30 طن. واوعى تنسى تشترك في القناة علشان تعرف أكتر عن أسرار وتاريخ الكمبيوتر.